ازيكم يا شباب. فيلمنا النهارده بيتكلم عن قلة موارد بسبب الزيادة السكانية ومبقتش تكفي المواطنين في اسبانيا وبعض الدول في اوروبا، وبناء عليه اتخذت حكومة اسبانيا قرارات قاسية جدا. اولها انهم جرموا الحمل، ولو في زوجين معاهم طفل بياخدوه منهم بالقوة ويخلصوا عليه، ولو الزوجة حامل بياخدوها هي واللي في بطنها وبيخلصوا عليهم. وبسبب القرارات دي بقى اي زوجين بيحاولوا بكل الطرق انهم يهربوا من اسبانيا لدولة تانية، والدولة دي هي أيرلندا، عشان هي من الدول القليلة في أوروبا ما تأثرتش زي باقي دول أوروبا. وبنشوف هنا ميا الحامل وجوزها ميكو اللي عايزين يهربوا من أسبانيا بسبب المعاناة اللي بيعانوها هناك. هما دلوقتي موجودين في المينا عشان يهربوا برا أسبانيا. المفروض الراجل اللي معاهم ده هو اللي هيهربهم، هما وناس تانية كتير. هما عمالين يحاولوا يهربوا من الشرطة اللي مالية المينا في كل مكان، وبعد ما عرفوا يهربوا من الشرطة بيوصلوا للراجل الكبير اللي هيهربهم. وطبعا عشان بيهربوا من البلد الراجل زود عليهم الفلوس اللي كانوا متفقين عليها، وبيضطر ميكو ياخد الخاتم من ميا عشان يمشوا. وبياخدهم الراجل لحاوية وبيدخلهم فيها، وبيلاقي جوه الحاوية ناس تانية برضه عايزين يهربوا، وأغلبهم نساء حوامل وأطفال. المفروض الحاوية دي هتتشحن في السفينة اللي رايحة أيرلندا. ومن كلام ميكو مع ميا بنعرف إنهم كانوا عندهم طفلة والحكومة خدتها منهم، ولما حملت ميا تاني بيهربوا عشان طفلهم الجديد، وبيناموا من التعب. بيصحوا بيلاقوا النهار طلع عليهم. بتسأل جوزها إنهم اتحركوا، بيقول لها لسه العربية اللي هتنقلنا هتتحرك من المينا لمكان السفينة اللي هتتشحن عليه الحاوية. وفعلا بتتحرك، لكن بعد شوية بتقف العربية فجأة، وبيلاقوا مجموعة من الناس هجموا عليها وبيفتحوا الحاوية وبيركبوا عشان يهربوا هما كمان. لكن بتيجي العصابة اللي بتهرب الناس وبتنزلهم، عشان كده عددهم بقى كتير وهيحطهم في حاوية تانية. المشكلة بقى إنهم نزلوا ميكو معاهم وبيفضل يقول لهم أنا موجود من الأول، لكن بيخرجوه وبيحطوه في الحاوية التانية. وبتترعب ميا وبتتصل بميكو وبيقول لها ما تخافيش، أنا في الحاوية اللي جنبك، هتتشحن برضو على نفس السفينة اللي رايحة أيرلندا، ولما هندخل أيرلندا مع بعض. وتبص ميا بتعرف إن الحاوية اللي فيها ميكو رقم 107. لحد هنا الأمور ماشية، لكن بتيجي بقى مشكلة جديدة، إن الشرطة عايزة تفتش الحاوية اللي فيها ميا. وفعلا بيفتحوا الحاوية لكن مش بيلاقوا حد فيها، بيكونوا مستخبين ورا حاجز مخفي في الحاوية. وميا بتطلع تستخبى فوق الحاجز نفسه عشان لو حد دخل تبقى هي في الأمان. المهم الشرطي مصمم إنه في حد جوه ودخل يتأكد بنفسه جوه الحاوية، واتكلم بطريقة محترمة معاهم وقال لهم اخرجوا ومش هأذيكم. للأسف واحدة صدقت كلامه وفتحت الباب، لكن في لحظتها بيأمر جنوده يفتحوا النار عليهم وقتلوهم كلهم، حتى الطفلة اللي كانت موجودة اتقتلت. وبيخرجوا كل الجثث بره الحاوية وبيقفلوا الحاوية اللي بقت فيها ميا لوحدها. وبتفضل ميا لوحدها جوه الحاوية وهي مرعوبة من اللي حصل قدام عينيها. وبتبعت رسالة لجوزها بتحذره من الشرطة لأنهم بيقتلوا كل الناس وإنه يستخبى. وبتترفع الحاوية اللي فيها ميا وبتتشحن في السفينة، عشان كده فيها بضاعة بتتصدر. بس الراجل افتكر إن كل الناس اللي جوه ماتت في حط الحاوية فوق حاويات تانية. وبتحاول تتصل ميا بجوزها بس بتلاقي تليفونه مغلق، وبتسيب له رسالة وبتقوله إن الحاوية بتاعتها اتشحنت في السفينة. لكن في الطريق والسفينة في البحر، السفينة اتعرضت لعاصفة قوية وبقت تتخبط ميا جوه الحاوية بعنف. وبتحاول تصرخ عشان حد يعرف إنها جوه ويلحقها، لكن مفيش حد سامعها. وبسبب الخبط الشديد ده ميا بتتخبط في دماغها، بيغمى عليها. بتفوق ميا بعد فترة، بس لما بتفوق بتستغرب عشان بتلاقي تحتها مية كتير. وبتقوم تبص من فتحة صغيرة في الحاوية عشان تعرف هي فين، بتلاقي نفسها في عرض البحر. السفينة غرقت والحاوية طافية بيها على المية، والمية اللي دخلت دي بسبب الأخرام الكتيرة الموجودة بالحاوية بسبب ضرب النار بتاع الشرطة. موقف صعب جدا بتقع فيه ميا، بس هي بتتمسك بالأمل لآخر لحظة، وبتبدأ تجيب لزق وتسد بيه الإخرام اللي موجودة في الحاوية عشان تقلل المية اللي بتدخل وما تغرقش. وبتسمع صراخ جاي من بره، بتبص بتلاقي الحاوية اللي فيها جوزها بتغرق بسبب العدد الكبير اللي بداخلها. وبتحاول تتصل بيه، ولكن في لحظة صعبة بتشوف الحاوية وهي بتغرق وجوزها فيها. ومن كتر حزنها بتقرر تجيب سكينة وتنتحر، لكن بترجع في قرارها بسبب الطفل اللي في بطنها. وبتنام من التعب، وبتحلم إن الحاوية بتغرق بيها، لكن بتصحى مفزوعة وبتلاقي المية بتزيد في الحاوية بسبب الأخرام اللي فيها. تفتح صندوق بتلاقي فيه علب بلاستيك، بتاخد الجلد اللي فيه وتسد بيه الأخرام. وبتشوف المؤن اللي معاها مفيش غير سندوتش وشوية مية. بيجي لها تليفون وبيطلع ميكو جوزها وبيقول لها انه مسافرش، انه اتخانق مع الراجل اللي بيهربه ومرضاش يركبه الحاوية. وهو قال لها كده انها في الحاوية اللي جنبيها عشان ما تقلقش، وبيقول لها انها تحافظ على نفسها وانه هيجي ينقذها. وبيجي الليل عليها، بس في عاصفة قوية جدا بتحصل،
والمية بتزيد جوه الحاوية بسبب تحريك العاصفة للحاوية. وسط الكلام ده بيتصل ميكو بمية لكن التليفون بيقع منها، وكمان ده بيجيلها طلق الولادة. وفعلا كان ده ميعاد الولادة، وبتولد بنت جوه الحاوية، وبتقطع الحبل السري بنفسها. وبدأت تفكر إنها لازم تخرج من الحاوية دي عشان حد يشوفها وينقذها، وتبدأ تدور على أي حاجة تساعدها. وبتلاقي شنيور مشحون وتبدأ تستعمله، وتفتح فتحة في السقف تخرج منها. لكن بتتعب وتنام وتصحى تطمن على بنتها، وبتاكل آخر أكل موجود معاها، وترجع تفتح تاني السقف. لكن للأسف الشنيور بيبوظ منها، وبتحبط جدا وبتحاول تشوف التليفون لكن مش بيشتغل. وتلاقي سكينة صغيرة بتحاول تفتح بيها لكن الموضوع صعب جدا. وبتتعب من قلة الأكل والشرب وتنام. وبتصحى في الليل على خبط في الحاوية، وتبص بتلاقيه حوت. بتفضل تخبط الحاوية عشان يسيبها ويمشي، وفعلا بيبعد عن الحاوية. وبترجع تحاول تفتح السقف من تاني، لكن الموضوع صعب عليها جدا. وبتبدأ من قلة الأكل والمية تهلوس، وبتتخيل وبتشوف بنتها أوما اللي الحكومة خدتها منها، وحاسة بالذنب وإنها السبب في موت بنتها. وبتتخيل برضه ميكو وجوزها وهو بيواسيها، وبيقول لها إنها مش السبب في موت حد، وبيشجعها وبيعرفها إنها تقدر تنقذ نفسها. وبسبب كلام ميكو اللي اتخيلته بتقوم وترجع تحاول تفتح السقف، والمرة دي فعلا بتقدر تفتح السقف. وبتقدر أخيرا تخرج برا الحاوية، وأول حاجة بتعملها بتصنع صنارة تصطاد أي سمك تاكله. لكن مش بتعرف تصطاد حاجة للأسف، وتنام على سقف الحاوية وهي فاقدة الأمل. لكن بتلاقي طيارة في السماء وبيرجع لها الأمل تاني، وتنزل الحاوية تجيب قطعة إزاز بعد ما كسرتها من شاشة التلفزيون. وطلعت فوق تاني وهي بتطلع بتتصاب إصابة جامدة جدا في رجلها، لكن مش بتستسلم، وبتحاول تشاور للطيارة بقطعة الإزاز وتعكس إشعة الشمس على الطيارة على أمل حد يشوفها. لكن محدش بيشوفها وتمشي الطيارة. وبترجع مية للحاوية من تاني عشان تخيط جرحها. وفعلا بتخيط جرحها وهي بتتألم جدا. وأثناء هي بتخيط جرحها بتكتشف إن في حمولة سماعات معاها، بتاخدها وبتقدر تعمل بيها شبكة عشان تصطاد. وفعلا قدرت المرة دي تصطاد سمك وبتاكله وهو نايم. وتفضل أيام تعدي وهي قادرة تعيش ما بين تصطاد سمك وتحاول تفضي الحيوان من المية وتعالج نفسها، وهكذا لحد ما فجأة التليفون بتاعها بيرن، وبتلاقيه ميكو جوزها. تقريبا التليفون كان مكسور مش أكتر، وبيقول لها إنه مش هيعرف يجيلها وتحاول تنقذ نفسها، عشان هو فعلا سرق قارب وحاول يجيلها لكن الشرطة ضربت عليه نار، وهو حاليا بيحتضر. بتحزن مية جدا وبتخليه يسمع صوت بنته للمرة الأولى والأخيرة، وبيفصل تليفون مية من الشحن. وبنعرف كده ان ميكو مات، وبرغم كل ده عزيمة مياه ما قلتش خالص، وبدأت الحاوية تتملي مية بزيادة جدا، ومبقتش تعرف تسيب بنتها جواها. فجالها فكرة كويسة جدا انها تصنع قارب كده بدائي وتحط بنتها عليه. واثناء وهي بتصنع القارب بتلاقي طائر النورس بيجي عليها وبياكل من السمك بتاعها. بتفرح جدا عشان كده معناه ان في ارض في مكان قريب منها. بتتحمس جدا وبتحاول ان تصنع القارب في اسرع وقت. وبعد ما صنعت القارب وأثناء هي بتاخد الحاجات المهمة من الحاوية قبل ما تسيبها، بتلاقي الحاوية بتغرق بالكامل وبشكل سريع. لكن ميا نزلت الحاوية برضه عشان صورة بنتها أوما كانت في الحاوية، وبتجيب الصورة وهي بتخرج. رجلها بتشبك في حبل ومش بتعرف تتحرك لحد ما الحاوية اتملت مية لآخرها، لكنها عفرت لحد ما فكت الحبل وخرجت. ولما خرجت لقت القارب اللي عملته مشي ببنتها لمسافة بعيدة، وكان في حوت قريب من بنتها جدا. تفضل تدعي ان الحوت ما يجيش عند بنتها لحد ما فعلا ربنا استجاب، والحوت مشي بعيد عن القارب بس. وتفضل مية ماسكة في القارب ده وهي عايمة بيه على امل تلاقي ارض توصل لها او حد ينقذها. وبيفضل الوقت يعدي بيها وهي في عرض البحر، لحد ما في صياد هو ومراته في مكان قريب من قارب مية، ولحسن الحظ بيشوف القارب، وبياخدوا الطفلة من القارب وبيستغربوا إنها لوحدها. لكن بيكتشفوا مية بتكون تحت القارب وبيطلعوها، وبيحاولوا ينعشوا قلبها بالضغط عليه لحد ما فاقت وفرحت جدا إنها لقت بنتها عايشة وحد نقذهم. وكده خلص فيلمنا وخلصت مغامرتنا مع ميا وبنتها. يا رب يكون عجبكم الفيلم، واستنوني في فيلم جديد في قناة فيلم حكاية. حاجة أخيرة، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو بس كده.